السوبر خلص، الزمالك بطل السوبر. قبل ما اتكلم في الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها، في كده فئة من الجمهور بتاعة الاهلي تحديدا، بما اننا اهلاوية، فئة بتطلع دايما تقولك ادعم شجع ما تقولش اي حاجة. اقف ورا فريقك. ما هو اللي احنا بس عايزين نقوله ان اللي احنا بنعمله او اللي احنا بنقوله ده انا كده واقف ورا فريقي. فالفئة دي كلامي مش ليها. تمام. نرجع لموضوعنا. الزمالك كسب السوبر، وهو يستحق ان هو يكسب السوبر لان هو لعب المباراة، لان هو جه، لان هو حضر كويس للمباراة، لان لعيبته كانت عايز تكسب، لان المدرب بتاعه شجاع، لان الادارة بتحاول ان هي بتنحت في الصخر، بتحاول تعمل اي حاجة للفريق بتاعها. ورغم ان عليهم مشاكل الدنيا وديون الدنيا، بس بيحاولوا ووصلوا لدوت وهم ابطال السوبر. ومستواهم النهارده يديهم امل للزمالك وللجماهير وللاداره ان الزمالك المفروض ان هو يختلف عن السيزون اللي فات. ماتش انت كاهلي انت ما جيتش فيه، احنا ما جيناش. معرفش كولر، نفس سيناريو ماتش الدور الاولاني اللي خسرناه برضو من جوميز. معرفش كولر ماله. معرفش كولر حسسني ان احنا بنلعب مان سيتي، اللي هو انا هنزل وهسيب الكوره ومش هعمل اي حاجه في الماتش. انا جبت الجون وهرجع ادافع وخلصانه على كده، مع انك لو نزلت وضغطت وبشراسه وحاولت وبتاع انت سهل ان انت تسجل، بس خلصانه على كده يا عم كولر. ثنائيه الدفاع بسم الله ما شاء الله اتكلمت فيها الاسبوع اللي فات بعد مباراه جورماهيا، وقلت ان احنا بعيدا عن الفرقه اللي احنا بنلعبها الضحك الكيني ديت، فاحنا شفنا ثنائيه دفاع صعبة جدا. وإن عبد المنعم غيابه مؤثر جامد جدا، وإن إحنا مش عارفين أشرف داري هيقدر يعوض عبد المنعم ولا لأ. بس ثنائية ياسر مع ربيعة مش هتنفع، وإن ياسر كده كده مش ماسك فورمة، وإن الأفضل إنه يبدأ أشرف داري. النهاردة بيبدأ ياسر وربيعة، ألف باصة للاتنين جنب بعض، بيباصوا الكرة لبعض بس، ودايما الاتنين يتزنقوا فيروحوا لاعبين الطولية، فالطولية تروح متاخدة منك. مفيش أي حلول خالص، مفيش أي حاجة خالص بتتعمل من فرقتك العزيزة الموقرة. يحيى عطية الله، الكلام ده بقى على كولر. يحيى عطية الله بسم الله ما شاء الله غلط في الجون وخلصانة، والجون دخل، يحيى عطية الله خرج بره المباراة تماما. جيت انت في ترتيب الناس اللي هتشوط ضربات جزاء، رحت حاطط يحيى عطية الله رقم 3 انه يدخل يشوط، مع انك عندك ناس تانية بره تقدر ان هي تشوط احسن. وبعيدا عن احسن او مش احسن، ده لاعب عندك خرج بره التركيز بتاع الماتش، رحت محمله ضربة الجزاء ودخل وشاط وضيع. كولر النهارده ما قدرش الماتش. كولر النهارده كان سيء جدا، أسوأ مباراة أشوفها لكولر وهو ماسكنا. جوميز مدرب شجاع، مدرب عايز يعمل حاجة، مدرب بالإمكانيات المتاحة. بمناسبة إمكانيات جوميز، محدش يقول لي إن الأهلي ما عندوش، إن كولر ما عندوش إمكانيات، لان كولر اللعيبه ديت هو عارفها. احنا محتاجين صفقات ومحتاجين تدعيمات، وفي ناس ما تستحقش تلبس التيشيرت بتاع الاهلي، ده حاجات احنا متفقين عليها. بس لو انت تقول لي اصل الاهلي محتاج صفقات ومحتاج، فبص الناحيه التانية على تشكيله الزمالك وانت هتعرف وهتشوف ان جوميز ما كانش عنده التدعيمات الكافيه، وان جوميز حاول يشتغل وطلع حاجه كويسه، وكولر ما اشتغلش وما عملش حاجه. وفي النهايه انت خسرت. الزمالك من حقه ان هو يفرح، الجمهور من حقه ان هو يفرح، زي ما احنا لما بنكسب بنفرح هم من حقهم يفرحوا. مش شايف اي مشكلة في الموضوع دوت. مبروك ليهم لان هم لعبوا، لان هم يستحقوا ان هم يكسبوا، لان هم نزلوا المباراة ديت وهم عايزين يعملوا حاجة. ديت كانت حاجة كويسة جدا ليهم. مقارنة يحيى عطية الله بعلي معلول اللي شغالة، قلت برضو في الأسبوع اللي فات في الفيديو إن محدش يقارن علي معلول بحد، وإن علي معلول حاجة وأي حد تاني هيجي حاجة تانية. والنهاردة أظن كله عرف وكله شاف أهمية علي معلول بغض النظر عن غلطة يحيى عطية الله. علي معلول بتاع مطوشة كبيرة. علي معلول كان بفريق لوحده، كان بينزل بيفرق معاك جامد جدا. محمد عبد المنعم كان جامد جدا. فدي النتيجة بتاعتك في النهاية. نيجي لأهم حاجة وهي كابتن محمود الخطيب، اللي ياما الواحد انتقده وياما الواحد اتكلم. ودايما الناس تقول لك ايه، لا ما تتكلمش عن بيبو، لا بيبو عمل وبيبو عمل وأفضل الناس بتصنفه إن هو أفضل رئيس نادي كنجاحات. اتكلمنا إن كنجاحات هو كويس، هو قدم نجاحات كبيرة في الأهلي. بس اتكلمنا برضو إن إحنا الدنيا عندنا بتبوظ
أنا هاهتم بحاجات كتير جدًا إلا إني أهتم بفريق الكورة بتاعي. أنا هاهتم بإن أنا أعمل قناة أضبّطها، إن أنا أفتح فروع جديدة للنادي الأهلي. هاهتم إن أنا كل شوية أنزّل لكم إن أنا هابدأ في الاستاد. هاهتم إن أنا كل شوية هاعمل لكم اجتماع مع كولر عشان أبحث المفاوضات. هاهتم إن أنا أروح أفاوض لاعب زي محمد علي بن رمضان. هاهتم إن أنا أفاوض لعيبة مهاجمين. هاهتم إن أنا أفاوض كذا لاعب تاني، ومش هاحضّر في الخطة وهاجي أخش كل موسم وأنا متأخّر في الصفقات بتاعتي وأقول هأجّلها ليناير. بيرستاو موجود في الأهلي ليه؟ والله بجد بيبقى نِفْسي حد يجاوبني على السؤال دوّة. بيرستاو موجود في الأهلي ليه؟ أنت دلوقتي مشيت ديانج ومشيت أحمد عبد القادر، دعمت بمين؟ بتكلم بجد والله. التدعيم غير تعويض الصفقات. أنت مشيت ديانج ورحت جبت عمر الساعي. مشيت أحمد عبد القادر وما جبتش حد. أحمد عبد القادر كان يبقى حل النهارده أكيد. فين بقى الصفقات؟ فين بقى النهارده؟ أنت بسم الله ما شاء الله وسام أبو علي جري بتاع 100,000 كيلو في الملعب بيضغط لوحده على دفاع الزمالك. مفيش أي حد مساعده، ولا في باك يرفع له كورة عدلة، ولا في وينج يساعده ويعمل معاه 1 2 يوديه قصاد الجون، ولا أي حاجة. كابتن محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي اللي ياما 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 يعني وقفت معاه وشجعته ودعمته كتير جدا. يا كابتن محمد أظن إن هو كفاية كده. والله أنا زعلان إن أنا بقول لك كفاية كده، بس أنت التاريخ بتاعك يا كابتن محمد يعني بيتمسح. بقالنا كتير أوي في أخطاء يا كابتن محمد وبطولات بتضيع. مش عارف إيه، مش فاهم يعني هو واقف في وسط ضربات الجزاء وهي شغالة بيقول أعمل إيه؟ هو إحنا المفروض إحنا نقول لك نعمل إيه يا كابتن محمد يا صاحب الخبرات يا صاحب القدرات يا أفضل حارس في أفريقيا يا حارس مصر الأول؟ مش فاهم يعني شايف إن يستحق شوبير إن هو يرجع يلعب تاني؟ دي حقيقة. ومش عارف الناس برضو ناس تقول لك لا، او كلمة ادعم ادعم ادعم، الكلمة ده يا جماعة مستفزة جدا. لان احنا بندعم، بس انت في اوقات المفروض تتكلم فيها. ويعني الحمد لله لو الناس اللي متابعاني من زمان عارفة ان انا بنبقى كسبانين وبطلع اتكلم على عيوب وحاجات وبقول عشان الناس تيجي واحنا خسرانين لما الواحد يتكلم يقول لك انت تتكلم بس ما احنا خسرنا. لا الحمد لله. آه، نكمل على حتة كابتن محمد الشناوي. أظن هو والله كفاية بجد، لأن الأخطاء بقت كتير جدا 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 جدا. وحاجة كمان عايز أتكلم فيها، وهي حاجة مهمة جدا أيا كان الكلام دوت صح ولا غلط. بس بيقولوا في ناس بتقول إن احتفال ربيعة وعمر كمال لأحمد رفعت، يعني هم عملوه لأحمد رفعت. أيا كان لأحمد رفعت مش لأحمد رفعت، هما بيحتفلوا بعد ما سجلوا ضربة الجزاء. انا اول ما شفت اول ما شفت الاحتفال بتاعهم بعد ضربات الجزاء بتاعتهم انا قلت خلصانه، احنا خسرنا الماتش ده. معروفه ان اي فرقه لعبتها والكلام ده بيحصل معانا كتير جدا. اخرهم الرجاء ساعه لما لعبناهم في السوبر بتاع هدف طاهر. محمد طاهر برضه احتفل لما جاب الجون، واحتفل من غير كوره لما كان بيجري والكوره لاعب الرجاء راح طالعه بره، فراح عامل للجمهور وهيص وخلاص والماتش انتهى وتعادلنا وكسبنا. وبنرجع دايما للقطات ديت. ففهمتش خالص ان يبقى قائد الفريق واحد بحجم رامي ربيعة ويقوم عامل حركة زي كده. مش فاهم حاجة ومش فاهم هو عملها ليه. داخل شوط اول ضربة جزاء ما قدمتش حاجة طول الماتش. فما فهمتش الحقيقة. كابتن امام عاشور، كابتن امام يعني النهارده انت حضرتك ما قدمتش حاجة في منتشر. المنتشر ده بتبقى بتاعت اللعيبة الكبيرة اللي انت بتتصنف واحد منهم ان انت لاعب كبير. فيا كابتن امام مستواك هو اللي هيتكلم عنك. الناس يعني مهما تشجعك ومهما تقف جنبك، بس معروفة ان في الاهلي والجمهور اللي بيفهم بجد، الجمهور اللي بيفهم بجد مع احترامي لكل الناس هو اللي لما يلاقي لعيب واقع مش هيطبطب عليه. يطبطب عليك مرة بس مش هيديك في التانية. ومش هيفكر لك بقى في الزمالك والتحفيل ومش التحفيل. اهم حاجة المفروض عند الجمهور هي مصلحة الفريق بتاعه. فكابتن إمام لتاني مرة بشوفه برضه بعد ما شفته في مباراة الكاس الأولى، بغض النظر عن الجون اللي جابه إمام عاشور في المباراة الأولى. بس إمام عاشور في مباراة الزمالك عايز يعمل لقطة، النهاردة عايز يرقص ترقيصة، عايز يعمل حاجة. ما بيساعدش فريقه. النهاردة سد التسديدة وكان في ناس كانت مفتوحة له إن هو يقدر يلعب لهم. ف يا كابتن إمام راجع نفسك. أنت موهبتك كويسة ومحتاج إن أنت تدوس على نفسك وتبقى شاغل نفسك بالكرة وبس. اخيرا بقى وحاجه عايز اقولها، النادي الاهلي دلوقتي المفروض ان هو من غير مدير كوره بعد ما مشي كابتن
سامي بعد ما مشي كابتن خالد بيبو وقبله مشي كابتن سيد عبد الحفيظ، اللعيبة بقالها من ساعة ما خلصنا الدوري احتفالات، وراحوا افتتحوا مول مش عارف واحد بتاع ديزاين وكده. وبعد كده راحوا تقريبا حفل افتتاح مطعم لتامر حسني، مش عارف رايحين فين تاني. اللعيبة بتخرج وبتروح وبتيجي، وانت المفروض تبقى داخل اسبوع معسكر. ده اللي احنا اتعودنا عليه في الاهلي، انا ما بقولش رايي، انا بقول لك ده اللي احنا اتعودنا عليه، ان احنا بنشوفه دايما. اللعيبه بتظهر في لقاءات، اللعيبه طالعه نازله بتعمل كل حاجه ممكن تتعمل، مفيش حد بيحاسبها. الكلام ده قبل الفاينل باسبوع. اللي على الناحيه التانية كنا بنشوف ان لعيبه الزمالك مش سامعين عنها اي حس ولا اي صوت. دخلوا النهارده مركزين، دخلوا النهارده لعبوا، دخلوا النهارده استحقوا ان هم يفوزوا بالمباراه. مبروك ليهم. بس احنا كابتن بيبو ما دعمناش، ما جبناش صفقات، مفيش حد واخد باله من الفريق، ما فيش حد بيعمل اي حاجه تخص الفريق. اللعيبه بتعمل كل اللي هي عايزاه، مفيش حد بيفرق معاه حاجه، ولا حد دلوقتي وصل لمصلحه الفريق. اسوأ مباراه شوفها الكولر. ده الكلام اللي عندي على الماتش. تاني، من حق جمهور الزمالك انه يفرح زي من حقنا لو كنا كسبنا ان احنا نفرح. مبروك لجمهور الزمالك، هارد لك لينا، عندنا مشاكل كتير، اول بطوله خسرناها. بيقول لك مش عارف 2.5 مليون دولار الجايزة بتاعت البطولة، زائد المكافأة اللي اداها تركي الشيخ. طبعا 2.5 مليون دولار. فكابتن محمود الخطيب 2.5 مليون دولار راحوا في أول بطولة في أول ماتش. لسه عندك انتر كونتيننتال اللي احنا ما دعمناش واحنا داخلينه، نلعب مع العين فريق كبير، ولو خسرت هنا في ملعبك هتبقى فضيحة ليك، وانت مرشح ان انت تخسر. وبعد كده عندك دوري أبطال أفريقيا، وعندك سوبر ليج أفريقي، وعندك لسه سوبر مصري، وهتلاعب في الزمالك تاني بنسبة كبيرة. وعندك كأس عالم أندية في 2006 في 2025 داخل علينا في شهر 6 المفروض. وانت صباح الخير. بس ده الكلام اللي عندي اللي عايز أقوله عن ماتش الأهلي والزمالك. وآخر حاجة كده عشان ما أطولش أكتر من كده يا جماعة، آه، مهما كانت الكورة بتعمل فينا، وانا اهلاوي جدا ومتعصب وحاجة غبية خالص، بس حاولوا طول الوقت لما يبقى في ماتش وانت كسبت بنفرح جدا. بس حاول ما توصلش فرحة لأقصى حاجة في الدنيا، علشان ما يحصلكش حاجة في نفس الوقت. اما تخسر خلصانة، خسرت تزعل حبة، والموضوع ايه، عادي، كورة في الأول وفي الآخر، وطبيعي بنكسب وبنخسر. بس كده، ده الكلام اللي كان عندي النهاردة. ومستني أي حد عايز يتكلم في أي حاجة، هلاوي زملكاوي، اكتب لي في كومنتات وهرد عليه. وسلام.